سوف نحتفل بعيد 125 لناشونال جيوغرافيك من خلال 125 ساعة من المستقبل التلفزيوني الذي نشرحه لكي نستمر معا في جعل عالمنا أكبر وأعظم. مستشفى 125 كل سنة على ناشونال جيوغرافيك. على ضفاف الخليج جيل بعد جيل، شعوب حملت معها تراثا عنيفا لونته لغة الضاد على خطوط التاريخ. دراسة الأجيال في أعماقه لتنحل من درره عقودا تزين جيل الحسان. وحدة جمعت شعوبا لنحكي حكاية السندباد، حكاية تتلوها حكاية الدم والتاريخ، حكاية الحضارة والرقي، حكاية خليج يعتز بعروبته. دور الخليج العربي على قناة أبو ظبي. هذا السبت على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. حين أغادر المسرح نهائيا سأكون أكثر رجل يحكى عنه في أمريكا. إلى من يظنه الآن سأكتب هرجا، سواء كنت محقا أم مخطئا فالرب سيحددني. وإذا كان ثمة أمر واحد أنا متأكد منه فهو أن جورج قصة لينكولن 26 من أكتوبر على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. ايش سوى؟ الحياة البرية حسن شو تحسن؟ يشوفون الناس وأنا الجواب الناس هذا راح نسمع على الفيسبوك خلي الدولة يسوون هاي الطريقة. شنو تبي؟ شلون زي دي زي دي مسوي الخطي ما أعرف. دوسة والله ما صورة مروعة تظهر جسم إنسان موظفا بلسان في ثعبان عملاق ورأسه بكامله في فمه. أيعقل أن يكون ذلك حقيقيا أم أنها مجرد خدعة أخرى؟ وجد رقيب في الشرطة في ريف ماليزيا الثعبان بينما كان يبتلع مزارعا محميا. يقول إن المخلوق أصدر صوتا خافتا كهذا. أطلق الشرطي النار على الأصوات وأرداها قبل أن تتمكن من الهروب ثم التقط الصورة. أيعقل أن يكون هذا حقيقيا أم أنها خدعة؟ الجواب هذا حقيقي. المزارع الميت كان إي تشونغ وان والأصلة سحقت تقريبا كل عظمة في جسمه. الأصلة لا تهاجم البشر عادة لكنها ماكرة وقوية وحقها يفتح لاستهلاك ضريبة كبيرة. يعارض بعض الباحثين قائلين إن الأصلة لا يمكن أن تكون قد ابتلعت وان حتى لو فتح فكها ففمها لا يعقل أن يكون قد ابتد فوق كتفي الضحية. لكن الرقيب ليس مقتنعا، يعتقد أنه لو لم يصل عندما وصل لكانت الأصلة قد أنهت ولمتها. أكثر 5 أشياء تصبح خفية. الفنان الصيني لو بولن مرئي جدا في هذه الصورة، يطوي جسمه وثيابه ليتخلط مع محيطه. ما زال بإمكانكم رؤيته عندما أنجز الشكل الذي يريده وصور لو من الزاوية المثالية. بدأ الأمر يصعب. أحيانا
يمشي الناس بقربه بينما يتصور، لأنهم لا يلاحظون أنه هناك. الآن نصعب رؤيتها. يقول له إن عمله هو للاحتجاج على اضطهاد الفنانين الصينيين، بعضهم يسميه الرجل الخفي. في صورة التمويه الأولى من شبه المستحيل إيجاده. إليكم دليلا، انظروا عن كتب إلى العجلة الأمامية. هذا رجل يمكنه حقا الدخول إلى عمله. يو تشان، سلحفاة بحرية. لقد تضررت بعد هجمة قرش، وفقدت أجزاء من زعنفتين وذيل. أيها السادة، يمكننا تركيبها. لدينا التكنولوجيا، لدينا القدرة على صنع أول سلحفاة خارقة في العالم. يو تشان ستكون تلك السلحفاة أفضل وأقوى وأسرع. في اليابان، شركة متخصصة في الأطراف الصناعية للبشر تصنع زعنفتين آليتين يو تشان تحتاج إليهما. من دون القدرة على السباحة لا يمكنها اصطياد طريقة وعيش حياة طبيعية. لكن هل ستجعلها الزعنفتان أسرع وأقوى وسلحفاة خارقة حقيقية؟ لمعرفة الأمر، المستكشف الناشئ في ناشونال جيوغرافيك كاستوفومي سيتو يراقب حركات يو تشان في الأسفل. الزعنفتان المزيفتان مثبتتان بأحزمة وأشرطة. ثم لحظة الحقيقة. يمكنها أن تناظر في المياه. التقارير الأولية تشير إلى أن يو تشان تتكيف جيدا. لذا ثمة مشاريع لتركيب الأطراف الاصطناعية على نحو دائم بواسطة جراحة. عندها ستكون شيئا رائجا في المستقبل، أول سلحفاة خارقة في العالم. يقدر وجود 600 مليون سيارة في العالم اليوم. الكثيرون يجدون صعوبة في إيجاد سياراتهم في المرأب، لكن ليس هؤلاء الأشخاص، إنهم يعيشون أقصى درجات التعب. الحق بها من هنا.